السلام عليكم ورحمة الله. قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال كلمة له قرأها عنه نيابة الوزير الأول نزير العرباوي خلال الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة أن الجولة سمحت بإنشاء آليات خاصة للتمويل ومنح العديد من التسهيلات لتشجيع هذا النوع من المبادرات. وكشف الرئيس تبون عن سياسة الدولة لمضاعفة الجهود لمرافقة المؤسسات الناشئة وتخصيص مساحات لتوطين المؤسسات الناشئة على مستوى الجامعات. وقد سمحت هذه المبادرة خلال فترة وجيزة من إنشاء نظام بيئي المبادرة والابتكار مكن من تحقيق نتائج نوعية من حيث معادلة المؤسسات الناشئة، وبالتالي من تبويء الجزائر الريادة على المستوى القاري.